نلاحظ هنا بأن المغرب يستعمل تكنولوجيا جد متقدمة بخصوص البصمات الوراثية، حيث أن معظم الساكنة قامت بتسجيل بصماتها الوراثية، وهذا بالنسبة للمراقبة الأمنية يعد قيمة مضافة، وهو الأمر الذي لا نتوفر عليه حاليا في بلجيكا. والنقاش مفتوح لأنها مسألة تتعلق بالحياة الشخصية للأفراد، لكن قررنا في إطار الحكومة البلجيكية أن نعمل على تسجيل البصمات الوراثية بالنسبة للأشخاص المتورطين في العملية الإرهابية الذين يريدون الذهاب إلى سوريا أو الرجوع منها لبلجيكا. وأظن أنه بالنسبة للأمن ببلادنا يتعين علينا مواصلة النقاش والمطالبة بإيجاد صيغة ملائمة من أجل الاستعانة بمثل هذه التكنولوجيا المتقدمة المستعملة بالمغرب. وأنا جد مسرور لما رأيته هنا. de voir une fois dans quelles circonstances une technologie comme ceci est possible chez nous. Donc je suis ravi de ce que j'ai vu ici.